وهي دي بقى النتيجة النهائية زي ما انتم شايفينها كده. ازيكم يا شباب واهلا بكم في فيديو جديد. فيديو النهارده مختلف تماما تماما تماما، لان هاخدكم معايا تعجنوا عجينة البيتزا النابوليتانا الايطالية الرايقة 70% ترطيب على السريع، ونشوف البيتزا بتتعمل ازاي من اول ما تبقى دي لحد ما تخرج من الفرن مع الشيف حمد. تعالوا. شوية مقدمها بعد 6 دقايق و40 ثانية. دلوقتي بعد ما عدت 9 دقايق بالظبط على العجنة الأولى بالسرعة الأولانية زي ما انتم شايفين كده. على السرعة بعد كده ايه انزل منه. على كل كيلو 25 جرام. انزل ايه بالمية.
عجنة 11 دقيقة بالظبط. ونزود لها على كل كيلو دقيق معلقة زيت لو عايزين، وبس كده. كده ترتاح ربع ساعة 20 دقيقة هنا. كده وقت العجن 12 دقيقة ونص، زي ما انتم شايفين كده بدأت تلم نفسها وخلاص لمت نفسها. لازم نسيبها تعجن كمان دقيقتين. دلوقتي ممكن نقدر ننزل بالزيت لو عايزين. انا هستكتب دول بس صراحة. كده وقت العجن 14 دقيقة من أول ما شغلت المكنة. فاحنا كده نسيبها دقيقة واحدة كمان. خلاص كده شايفين البلالين اللي بتتعمل دي دليل على نجاح العجينة. نوقف بقى عليها المكنة. ده انتوا شايفين العجينة عاملة ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. سيبها بقى ترتاح. انا هرش برضه عليها كمان ايه، رشة زيت كده، نقطة بسيطة خالص، عشان بس تدي ملمس كده ايه للعجينة، تفرق فيها. يعني هتشوفوا دلوقتي معايا شكل العجينة وملمسها عامل ازاي. حاجة في منتهى الجمال. يعني العجينة بيبان عليها من اول ما تبدأ تعملها، بيبان عليها اصلا. ازاي بنطلع العجينة من المكنة؟ زبدة 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 زبدة. شايفين؟ شايفين شد العجينة؟ شايفين العجينة نضيفة ازاي؟ ولا نقطة عجين فيها. بسم الله ما شاء الله. بصوا بس تيجي هنا العجينة لسه ما سيبناهاش تستريح، خلي في بالك. نقطع على السريع. مش عايز انزلها على البنك. ثانية واحدة، ثانية واحدة، والثانية. بس كده. بالفافور. بس كده. سيب العجينة بتاعتنا تستريح 10 دقايق. بصوا بقى بعد 10 دقايق تريح كمان. عندنا برضه تكويرة كمان على السريع. وده شكلها كده. بس تعالى ده شكلها كده. متلزقش على الرايق زي ما انتوا شايفين كده. نقطع بقى ونكور. حط يا باشا رص كاستاتك وبيتزتك جاهزة. متنساش تعمل لايك والسبسكرايب عشان تشوف طريقة التكوير عاملة ازاي، وطريقة فرد البيتزا وتسويتها وكل حاجة تعرفها من الفيديو ده. الفيديو ده معمول لأي حد نفسه يبقى بيتساوي أو يعمل ايه بيتزا نابوليتانا. ودي كانت طريقة العجين. دلوقتي هنشوف برضو مع بعض ازاي بنكور ونسيبها تخمر ازاي، وبعد كده لما نطلعها ونشتغل ونعمل بيها بيتزا هيبقى الشغل بتاعنا عامل ازاي. 5 كيلو دقيق ترطيب، 70% ميه. طلعوا دول يا معلمين 5 كيلو. عملوا هنا 16 20 24 29 بلينة عجين بالظبط. 29 بلينة. فأنا عايزك تقول لي أنا عملت بلينة البيتزا كام جرام؟ من كام لكام؟ لو قلت من كام لكام صح؟ إيه الجايزة؟
واحدة اثنين كده كده. الصباع لما تبقى مقفولة حلو بتلاقيها كده، انما لما تبقى مقفولة جامد بتفتح منكم زي ما انتم شايفين كده بتشقق، فتخلوا بالكم. لفيناها مخلينها دايرة كده اهو، وبعد كده ايه كده كده الناحية التانية كده لفتين كده شايلينها نظبطها ناخد لها دايرة من غير ما نتك على الحرف عشان ينفع. شايفة بقت عاملة ازاي؟ نفتح ده كده بس. وهي دي بقى النتيجة النهائية زي ما انتم شايفينها كده. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تشوفوا الفيديوهات اللي جاية. اشكركم، اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامة.